شخصية حماسية مثيرة للجدل، دائمة التصادم مع الصحفيين، لكنها قريبة من اللاعبين. هي صفات تمثل المدرب الروماني واللاعب الدولي السابق ماريو سوماديكا، الذي رجحت مصادر إعلامية قرب الزعيم الهلالي من التوقيع معه لقيادة الفريق خلفا للمقال توساس. المدرب الذي قاد ناديي الشهرة في رومانيا رابد بوخارست وكلوج شهد تجربة تدريبية وحيدة في الملاعب الخليجية كانت مع الشعب الإماراتي، لكنه وحسب مسيرته التدريبية يعشق النهج الهجومي، ونسبة الفوز لديه تتجاوز 40%. فهل تصادق إدارة الهلال مع المدرب وتصدق الأنباء؟ والأهم، هل يجد فيه الهلاليون ضالتهم ويعيد إلى الجمهور ذاكرة مواطنه كوزمن؟ لننتظر. وحسب مسيرته التدريبية يعشق النهج الهجومي، ونسبة الفوز لديه تتجاوز 40%. فهل الذي رجحت مصادر إعلامية قرب الزعيم الهلالي من التوقيع معه لقيادة الفريق خلفا للمقال توساس. المدرب الذي شخصية حماسية مثيرة للجدل، دائمة التصادم مع الصحفيين، لكنها قريبة من اللاعبين. هي صفات تمثل المدرب الروماني واللاعب الدولي السابق ماريو سوماديكا. قاد ناديي الشهرة في رومانيا رابد بوخارست وكلوج شهد تجربة تدريبية وحيدة في الملاعب الخليجية كانت مع الشعب الإماراتي، لكنه